الله الرحمن الرحيم. نبدأ حلقتنا النهارده بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصادق الأمين. النهارده الفيديو بتاعي يمكن هابعت رسالة شديدة اللهجة ل لأختنا في الإسلام إيران. اللي أنا هابعته وأقوله بصريح العبارة كده: إحنا ماشيين زمن الخطة مرسومة لينا إن إحنا نوقعوا بعض ونضربوا بعض ونمسكوا ببعض. إحنا ماشيين بنفس الخطة، بنفس القطر اللي راسمينه للشرق الأوسط. أنتوا ماشيين وراه بحذافيره زي الكتاب ما قال. أنا معرفش أنتوا بتتصرفوا إزاي. أنتوا بتتصرفوا إزاي؟ اللي كان فاهم مصر السيد علي الخميني، اللي كان فاهم مصر السيد علي الخميني الوحيد اللي كان فاهم مصر كويس قوي، مات وذكراه موجودة واحترامه موجود. للأسف مصر زي ما يكون معاها مخلفة 10 شباب، وال10 شباب بيتعاركوا مع بعض، اخوات بيتعاركوا مع بعض، ماسكين في بعض وبيضربوا بعض، ومصر عمالة تسيس ده عشان المركب تمشي، وتسيس ده عشان المركب تمشي، وتطبطب على ده وتقول له معلش حقك عليا، انا واقفة جنبك ما تخافش، اي صاروخ ولا اي طيارة جاية عليك انا هصدها لك معلش. وانتوا عارفين كويس قوي قوي ان امريكا اتحايلت على مصر عشان تقف معاها في حربها ضد ايران، رفضت، وكل الدول العربية رفضت، قالت دي اخت مسلمة، واي مسلم بيضرب مسلم القاتل والمقتول في النار، ما تفكرش نفسك ميت شهيد. مصر اللي كل بلد بتقع بتيجي تجري عليها، مصر اللي انتوا مسكتوا سد النهضة ونبتوه بالبنوك بتاعتكم عشان يقطع المية على مصر زراعيا وسياسيا واقتصاديا وكل حاجة. مصر اللي انتوا بتيجي تقعدوا عندها وتقعدوا في حماها. مصر اللي انتوا وقفتوا قناة السويس، كل مركب ماشية من باب المندب